شكرا على الحضور ديالك وعلى المواكبه ديالكم. اليوم كاين عيد وطني ديال التجار المتوسطين والصغار، وحنا كرئاسه الدار البيضاء سطات لابد من الاستماع للشكاوي والمشاكل اللي كتعيشها التجاره الصغيره والمتوسطه جدا. حاضر معنا اليوم المندوب الجهوي ديال وزاره التجاره، وكذلك بريد بنك اللي هو بغى يساهم معنا وينخرط معنا في هذا المشروع ديال التاجر الصغير باش يبقى يعني ما يبقاش في الانعاش، يخرج من الانعاش ويشتغل ويكون يعني باش يبقى حال ويبقى الحانوت ديالو ما تسدش. وهذا دورنا كمؤسسه عموميه. عندنا التكوين، عندنا المواكبه، عندنا جمع الملفات لحساب القروض، وكذلك التكوين بالمجان. وخاصه لهذا العصرانه اللي كنعيشوا هذا الرقمنه، لابد التاجر الصغير ما نواكبوه وندربوه باش يكون حتى هو يدير دي بي او ديالو ويدير الانستغرام ويدير الفيسبوك باش يبقى يبيع اونلاين. وهذا هو الدور ديالنا حنا كجسر ما بين المؤسسات وما بين هاد الشركات اللي كتواكب، وحنا كنديروا التكوين في هذا الشيء بالمجان للتجار ديالنا والمنتسبين باش يبقى المحل ديالو مفتوح. وهذا هو الدور ديال اليوم. كنشكركم حتى نتوما ونشكر التجار اللي بقاو معنا من 3 د العشيه حتى 8 دابا وباقيين. عندنا واحد البوز كافي وكنتناقشوا ما بين التجار، وهذا التعارف كيكون سنويا فيه الخير ان شاء الله. وشكرا جزيلا. السلام عليكم. بعدا كنشكروا الصحافه المحليه على الحضور ديالها معنا في هذا اللقاء. هذا اللقاء اللي هو لقاء يوم الوطني للتاجر. معكم محمد الراموحي، رئيس الجمعيه المغربيه لتجاره القرب، عضو غرفه التجاره والصناعه الدار البيضاء سطات، ورئيس لجنه العلاقات مع الجمعيه داخل الغرفه. هذا اللقاء تنظمه لجنه العلاقات مع الجمعيات وكذلك لجنه التجاره داخل الغرفه. هذا اليوم الوطني هو واحد الحفل اللي بغينا التجار ديالنا ولا الجمعيات باش يتلاقاو فيه، يتحاوروا بعضياتهم وجميع المشاكل اللي كتمسهم باش يدليو بها، وكذلك يلو حتى الشكاوي ديالهم في هذا اللقاء. هذا اللقاء كتعرفوا كيدار كل سنه من طرف وزاره التجاره. ربما هذا العام تخلات عليه، يمكن باقي ما سمعنا والو، ولكن اضطرينا حنا كغرفه التجاره والصناعه الدار البيضاء سطات باش تنظم هذا اللقاء هذا جهويا، داخله فيه حتى سطات وكذلك الجديده وكذلك المحمديه. وكنتمناو ان شاء الله باش ندوزوا هذا النهار هذا في احسن حله ان شاء الله. نوعيه المشاكل اللي كاينه حاليا وهو كاين مشاكل ديال الدعم. الدوله ما كتدعمش البيسري المغربي باش يمشي للقدام، كذلك الدعم البنكي كذلك راه ما تيكونش، كاين بزاف د العراقيل. كاين كذلك لا كونكيرونس اللي سمعت مؤخرا، كاين واحد غران سورفاس واللي بتيت سوبيريت ديال فرنسا بشراكه مع حد التجار المغاربه باش غادي يدخل للبلاد من غير هذوك الناس اللي عندنا التواركه والاماراتيين والمصريين وهذه. اذا حنا باش نبقاو غاديين مستمرين داخل الساحه الوطنيه ضروري من الدعم، لا ديال الدوله ولا ديال الابناك ولا كذلك ديال التجار بيناتهم، خصهم يديروا يد في اليد باش هذا الموروث يبقى مستمر، لانه هو داعم للاقتصاد الوطني. الاستشارات اللي يمكن سميتو هو يكون واحد الدعم تحفيزي للتاجر بواحد الاثمنه تكون شويه منخفضه، لان التاجر الصغير مثلا المواد الغذائيه ما فيهاش ارباح كثيره، الا مثلا عطاوك الكريدي باش تصوب المحل ديالك بواحد الثمن ديال اللوطو ديال 11 ولا 13%، راه صعيب عليهم. شي حاجه بحال داكشي ديال اللي كان دار في كورونا ديال الغولونس وديال سميتو،
يكون واحد 2% يدمي 3% مزيان كتدعم بها التجار باش يصوبوا المحلات ديالهم. شكرا جزيلا. الله يبارك.